أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. يا نصفه أو ينقص منه قليلا. يا قليلا أو زد ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقام قيلا. صدق الله العظيم.
المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. إن ناشئة الليل هي أشد رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا صدق الله العظيم. يوم ترجف الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى
فرعون رسولا صدق الله العظيم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا صدق الله العظيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا والله يقدر الليل والنهار إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
صدق الله العظيم. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وخير وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله أيها الإخوة الكرام، قالوا أترعى جمالا لست تعرفها؟ فقلت أرعى جمالا سادتي فيها لا يسهر الليل إلا من به ألم ولا تحرق النار إلا رجل واطيها لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابح إلا من يعانيها ثم الصلاة على المختار من مضر محمد سيد الدنيا وما فيها. أيها المعزون الأكارم، ما أجمل أن تكون قارئا وأجمل منه أن تكون إماما وخطيبا وأجمل من هذا وذاك أن تكون قارئا وإماما وخطيبا وعالما. استمعنا إلى كبير أئمة الدعوة بمحافظة البحيرة القارئ الإمام الذي حباه الله بحلاوة الصوت، وحلاوة الصوت رزق يسوقه الله إلى من شاء من عباده، فلقد ورد في روايات غير متواترة ويزيد في الحق ما يشاء. شيخنا وتاج رؤوسنا كبير أئمة الدعوة بمحافظة البحيرة فضيلة الشيخ كرم مراد المنصور، وها أنا ذا الملقب بطاروت البحيرة، وها أنا ذا قد جئت معزيا بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مديرية أوقاف البحيرة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الرماد. جئت بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عنهم بصحبة الأستاذ وليد عاطف. أيها الأحبة الكرام، معنا
معنا شيخ جليل جاء يودي واجب العزاء، مدير إدارة وادي النطرون أوقاف وادي النطرون، فضيلة الشيخ عبد الرحيم دورة. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد الفقيدة برحمته، وأقول لذويها: أو ما سمعت إلى قول رسول الله صلى عليه ربي وحياه: إذا ماتت الأم ينادي مناد من قبل الحق: يا ابن آدم، ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل خيرا نكرمك لأجله. إن كنت قد جئت معزيا فإني معزيك، لا إني على ثقة من الحياة، إني معزيك لا إني على ثقة من الحياة، ولكن سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين. أيها الإخوة الكرام، المقام لا يتسع للإطالة، المقام مقام القرآن وأهل القرآن. ها هو شيخنا ذلك العلم القرآني والقارئ الإذاعي فضيلة الشيخ محمد فاروق أبو الخير، كروان الفجر في الإذاعة المصرية. وكذلك شيخنا كبير علمة الدعوة فضيلة الشيخ كرم مراد المنصوري. سادة القراء، علموني البكا ما كنت أعرفه، يا ليتهم قد علموني كيف أبتسم. علموني البكا ما كنت أعرفه، يا ليتهم قد علموني كيف أبتسم. وأرضعوني لقاح الحب من صغري، فلما تعلقت روحي بهم فطموا. لا تحسبوا أن ميلي بينكم طربا من لذة الراح أو من لذة النغم، ولا تظنوا هزاز الجسم من فرح، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. أيها الإخوة الكرام، كل ذلك عبر الكاميرا القرآنية الأستاذ المهندس أحمد ناجي. وها أنا ذا قد جئت بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن إدارة أوقاف البلنجان، وليكن مسك الختام وكلنا في شوق لسماع شيخنا وتاج رؤوسنا ذلك العلم القرآني والقارئ الإذاعي فضيلة الشيخ محمد فاروق أبو الخير، فليتفضل.